الوسط، نجمه جميله لطيفه حبوبه معانا من نعرف. اهلا بيك يا امان. اهلا بيك. كنت متقوقزه وصحي نقي. يعني كنت ممكن متكوكزه مش قادره اصحى، بس طبعا يعني مين البت دي؟ ايه واحده كده بقى منا او عرفيني على نفسك كده بشكل شخصي. احنا اصلا 6، كويس. 3 ولاد و3 بنات. حلو. انا اصغر واحده. اخر العنقود. اخر العنقود سكر معقود. اكيد. انا قلت انت عندك كام سنه دلوقتي؟ انا دلوقتي يعني شهر 5 الجاي هطلع بطاقه. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ حسيتي يا منى انك كبرتي؟ بقيتي مدموزيل دلوقتي. ربنا يخليك. معاكي يا ألوز لحسن ما حدش من العيال معايا. طبعا معايا. هم لسه متخيلين ان انا بقى لسه صغيره وكده. صغيرة؟ كل ده ولسه صغيرة؟ ده ابويا كان دايما يقول لي ان امك كان صدرها مسح، اتمنت ودعت انها تخلف بنت بصدر كبير، وهو ربنا استجاب يا شوقية. بس شكلك زي ما هو يا منى. انا ملامحي زي ما مفيش هي تغيير. بس كبرت شويه. ناويه تذاكري بقى المرحله الجايه ان شاء الله وتدخلي ايه؟ كليه ايه؟ ادخل حق. ليه؟ يعني في ناس كتير قوي بتقول لي ان انا ادخل معهد سينما وكده، بس انا حابه ان انا يعني اخد حاجه تانية، يعني مش اخد حاجه تانية. التمثيل. اوعى تفهمني غلط. طيب منى، انت الفتره الجايه بتحضري لايه بقى؟ مسلسل الكابوس مع غادة عبد الرازق. اضافه ليكي طبعا. طبعا بدأت أنا مرة ملياش زي والبضاعة أنت عارفها معينها كويس. ناس تانية قالت منى متصوره بملابس مثيره جدا. مثيرة لا كنت تتناسب متصوره مع بمايو. سنها الحقيقي. يعني انا رحت كنت لابسه فستان عادي جدا، هو دانتال كده ومنفوش حتى، مش ضيق يعني ولا صك ولا حاجه، لغايه هو فوق الركبه كده بشويه وبس. الشرف يا بنت الكلب، الشرف. انا رايحه حفله فيها نجوم مصر كلها، هلبس اسدال ولا انا هروح لهم بلاكلوك وبيجامه؟ اكيد هلبس حاجه مناسبه يعني. صوري بقى. أقول لها استري نفسك أيتها الغالية، استري نفسك حتى تعودي إلى أصلك. ومنى كانت بتتكلم عن يعني مواصفات شريك حياتها وحاجات كبيره جدا، الناس انتقدتك، قالت انت لسه صغنطوطه قوي وبتتكلمي في حاجات اكبر من سنك. هو كل ما الواحد بيكبر بيفكر في حاجات تانية يعني. صحيح. وانا صغيره بفكر في الخروج، وانا كبيره بفكر في المستقبل كده. انت بتفكري في الحاجات دي برضه؟ هو انا اللي فاكرك مؤدبه؟ لا انا لا، أنا بنت مزه بهرج جدا. يا عيني يا فايزه اما تبقي عايزه. كوكك 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 كوكك. سؤال: العادة السرية مضرة مفيدة؟ ما هو على فكرة